هل ممكن يكون ده هو كينج كونج الحقيقي؟ الصورة اللي قدامك مش من فيلم رعب، دي صورة حقيقية ومؤلمة جدا من ثلاثينيات القرن الماضي. الصورة بتظهر غوريلا ضخمة تم قتلها أثناء واحدة من رحلات الصيد في الكونغو. وفي الوقت ده كان كتير من المستكشفين والصيادين الأجانب بيسافروا لأفريقيا بهدف اصطياد الحيوانات النادرة، مش للأكل أو الدفاع عن النفس، لكن فقط علشان الشهرة والتصوير والتباهي. للأسف في الزمن ده كانت الحيوانات البرية تعتبر جوائز صيد، وكل ما الحيوان كان أضخم أو أندر كان الصياد يحس إنه حقق إنجاز كبير، وكانوا يتصوروا جنب الحيوانات بعد قتلها وكأنها بطولة. الغوريلا تحديداً كانت من أكتر الكائنات اللي الناس وقتها فهمتها غلط. ناس كتير كانوا فاكرين إنها وحوش خطيرة، رغم إن الغوريلا في الحقيقة من أهدى وأذكى الكائنات، وبتعيش مع عائلاتها في هدوء داخل الغابات. بعض المؤرخين بيقولوا إن القصص والصور اللي كانت بتنتشر وقتها عن الغوريلا العملاقة هي اللي ألهمت شخصية كينج كونج الشهيرة، خصوصاً إن أول ظهور لشخصية كينج كونج كان سنة 1933، في نفس الفترة اللي كانت فيها صور رحلات الصيد منتشرة جداً حول العالم. المؤلم أكتر إن كتير من الحيوانات اللي كانت موجودة بأعداد كبيرة وقتها بقت النهاردة مهددة بالانقراض بسبب الصيد الجائر وتدمير الغابات. تخيل إن كائن بالحجم والقوة والجمال ده انتهت حياته علشان صورة تذكارية فقط. الصورة دي فعلا بتخلينا نفكر، مين الوحش الحقيقي؟ الإنسان ولا الكائنات اللي عاشت طول عمرها بسلام في الطبيعة؟ ولو رجع بيك الزمن للوقت ده، هل كنت هتحاول تنقذ الغوريلا دي؟ ولو القصة عجبتك ما تنساش تعمل لايك وشير مع صحابك وكومنت واشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. وقول لي رأيك، هل الإنسان فعلا دمر الطبيعة أكتر ما حماها؟ ربنا يرحمها.